العالم كله وقف مصدوم من اللي جا الزلزال ديال تركيا وسوريا، كارثة عظيمة كتبين عظمة الخالق. ولكن اشنا هما اكثر الزلازل اللي قتلوا الناس في القرن الحالي؟ 2004 زلزال شرق اسيا ضرب بدرجة 9.1 ودار واحد تسونامي خطير في اندونيسيا، تكونات منه شي موجات بسرعة 700 كيلومتر في الساعة وقتل للأسف 230 ألف شخص. 2010 هايتي زلزال ضرب ب7 درجات وقتل 200 ألف. المشكل الناس تشردوا وجاهم الأمراض والكوليرا اللي غادا تزيد تقتل 10,000 وغيبقاو الناس كيموتوا من 2010 حتى ل 2019. 2008 في منطقة سيشوان في الصين زلزال بدرجة 7.9 قتل 87 ألف واحد، ومن بين الضحايا كانوا بزاف ديال التلاميذ كيقراو في مدارس ما مبنياش مزيان. 2003 منطقة بام في إيران بدرجة 6.6 ضرب زلزال مدينة بام وقتل أكثر من 31 ألف واحد. هذه المدينة كانوا فيها آثار كتعتبروا من التراث العالمي. 2014 اليابان زلزال ضرب 9.1 درجة، من وراه جات واحد الموجة كبيرة فيها أكثر من 20 متر. هاد الموجة المشكلة غتضرب المفاعلات النووية وغدير كارثة نووية بحال ديال تشيرنوبيل، غيموت 18,500 واحد. 2015 في النيبال زلزال ب7.8 درجة قتل تقريبا 9,000 واحد، مدينة كاتموندو غادا تخرب بالكامل تقريبا. 2023 الزلزال اللي كتعرفوا كاملين تركيا وسوريا هو آخر أكبر الزلازل اللي ضرب خوتنا في تركيا وسوريا، واللي قتل لحد الساعة أكثر من 40 ألف واحد وضرب بزاف ديال المدن، وبين أن البنية التحتية والديور ديال تركيا ما مبنيينش مزيان. ما تنساوش ديروا أبوني ولايك، ديما كاين الجديد.